سلام البنات، مرحبا بكم في قناتكم قناة عالم رزان. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في افضل الاحوال وتكونوا بخير وعلى خير ودائما في صحة جيدة. اليوم غادي نقترح عليكم اسرع اكله ممكن ديريها وكتعجب الكبير والصغير. انا شخصيا كتعجبني وكتعجب وليداتي وما يكرهوش منها، واخا ياكلوها في الصباح في العشيه ما عندهمش مشكل، كتعجبهم بزاف واكيد حيت راها لذيذه وكتجي زوينه. وندوزو المقادير وطريقة التحضير. كنحتاجو اولا مكرونيه الكميه اللي بغيتي على حسب افراد العائله، يعني على حسب شحال بيكون في الدار. وكنحتاجو صدر ديال الدجاج مقطع حتى هو على حسب الكميه اللي بغيتي. وكنحتاجو بصله متوسطه مقطعه مشلضه، يعني كما كنقولوا مقطعه طرف صغار. وبالنسبه للعطريه عندنا الملح، سكنجبير، الابزار، ودرس واحد ديال الثومه. الفرماج محكوك، انا كنخلط شويه من الموتزاريلا وشويه من الفرماج الاحمر. وبالنسبه لاصوص بيشاميل غادي نحتاجو فيها 2 معالق ديال الزبده، 2 معالق ديال الدقيق الفورس، ونص لترو ديال الحليب. ودابا ندوزو للطريقه ديال التحضير. لي بات كنسلقوهم، يعني هذه راه عاديه، كنهزو كاسرونه كنديرو فيها الماء، شويه ديال الزيت الروميه زيت المائده، وشويه د الملحه، ونزيدو عليه المكرونيه ديالنا. صافي نحركوها ونخليوها طيب. وندوزو نصايبو الدجاج. كنهزو مقله كنحطوها فوق العافيه، كنديرو فيها شويه ديال الزيت الروميه، ونزيدو عليها البصله، ونبقاو نحركو حتى تدبل لينا البصله. هنايا كنضيفو الصدر ديال الدجاج، وكنزيدو العطريه اللي قلنا الملح سكنجبير والابزار، ونحركو الكل جيدا. وكنزيدو فص ديال الثوم محكوك، ونخلطو كل شيء ونبقى نشحرو فيه حتى يطيب لنا الدجاج. وندوزو نصايبو لاصوص بيشاميل. في كاسرونه كنديرو 2 معالق ديال الزبده و2 معالق ديال الدقيق، نبقاو نحركو حتى كتدخل الزبده مع الطحين، ونبقاو نزيدو الحليب شويه بشويه ونحركو، نزيدو كاس الاول ونبقاو نحركو هكا حتى يتقال لينا الخليط، عاوتاني نزيدو الكاس حتى كنكملو الحليب اللي عندنا. وما تخافوش، راه كاع داك الكرات اللي كيكون مجموع في الحليب راه من بعد كيتحيد. كنبقاو نحركو حتى كيولي لنا على شكل كريم. ومن بعد فاش كيولي لنا هكا على شكل كريم وتقالينا الكريمه، كنزيدو عليه الفرماج المربع. هذا كيعطي مذاق زوين بزاف البنات، ولا جربوه في البيشاميل كيجي زوين بزاف. داك المربعات كديري يا 2 يا 3، المهم انتي وشحال بغيتي. وكنسمو بشويه ديال الابزار والملحه اكيد. صافي ونحركو كلشي حتى يذوب لينا الفرماج. وها هي الكريمه ديالنا وجدت، وها هي مكرونيه ديالنا حتى هي وجدت. كنشدو كسكاس ولا شي حاجه المهم انت عندك باش كتصفي. انا ما عنديش، عندي غير داك الغربال هو ديال البلاستيك، ما بغيتش على حساب السخونيه. وصفيتها في الكسكاس ونخليوها تستقطر مزيان. وها هو الدجاج ديالنا حتى هو طاب وجد. ودابا ندوزو نصايبو المول ديالنا اللي غادي ندخلو الفران. كناخدو المول اللي غادي يدخل الفران، كنستفو عليه مكرونيه هكا ونتكي عليها هكا بداك السباتولا حتى كتجي، يعني باش كتجي بارتفاع واحد. كنزيدو عليها الدجاج ديالنا، وحتى هو كنديرو طبقه من فوق ديك المكرونيه، غادي نوزعوه كامل على الوجه ونقادوها حتى هي كما درنا المكرونيه. وندوزو البيشاميل، الطبقه ديال البيشاميل.
كنخويو حتى هو البيشاميل فوق الطبقه ديال الدجاج، ونغطيو كامل الدجاج مع مكرونيه. المهم ما تبان حتى حاجه، غطي كلشي ولا بيض. كفنيها زعما ديريها الكفن وخليها. ومن بعد ما درنا الطبقه ديال البيشاميل كنديروا الفوق الفرماج محكوك كاع الطبقه الفوقانيه، عمريها بالفرماج. شحال ما كان الفرماج كتير شحال ما كتجي زوينه، كتجيك الطبقه هكا غليظه ديال الفرماج، وكيجي هكا فيها ديك التعليكه والمذاق ديال الفرماج. وندخلوها للفران يكون سخون مزيان، نديروها الفوق حتى تشد راسها شويه، ونهبطوها لتحت باش يتحمر الوجه. وهذا هو الكراتان ديالنا من بعد ما خرجته من الفران. كيجي زوين بزاف ولذيذ بزاف، واكيد اكيد غادي يعجبكم. وهنا كتسالي الوصفه ديالنا والفيديو ديال هذا النهار. صراحه ما سخيتش بيكم، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه واستفدتوا منها ونالت اعجابكم. متنسايش ديري جيم وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس باش يوصلكم كل جديد. بالصحه والراحه والى اللقاء.